السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منظر جميل وجلسة أجمل مع كتاب الله عز وجل. ولا تنسى أن هذا الهاتف فتصوير عنده تصوير عادي، ولا تنسى بأن طاقة الفيديو تمرر، وأن الطاقة الإيمانية والروحية يعني فضل الله سبحانه وتعالى، ولو يكون التصوير يعني ليس في الدرجة المطلوبة، ولكن بإذن الله قوة الإيمان وقوة القرآن تجعل ذلك الفيديو أحسن من آلاف وملايير الفيديوهات الذين أو صوروا بأحسن الكاميرات. ترى مقطع بسيط جدا من كاميرا بسيطة جدا يحصد آلاف المشاهدين ويدخل السرور والفرحة والإيمان على قلوب الناس. وترى فيديو خسرت عليه الملايير أو يساهم في يعني تدمير الإسلام، ويساهم في تدمير يعني الشباب، وينشر الرذيلة وينشر المعاصي وينشر يعني الفاحشة بين المسلمين. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أعوذ في سورة الزمر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. عندما نقول صدق الله العظيم يعني إشارة إلى أننا قد انتهينا من قراءة القرآن وسوف ندخل في كلام الله. والله عز وجل في القرآن قال: قل صدق الله. بعض الناس بعد من هداهم الله سبحانه الله يهديهم متشددون يعني غلو في أمر البدع، يقولون بأن كلمة صدق الله بدعة، وهذا سوء فهم عندهم. نسأل الله العفو والعافية. سوف نعيد قراءة هذه الآية. محمد أمين طبوع أخ معالج راقي شيخ. الطريقة التي نعالج بها قراءة التجويد ليس هي قراءة العلاج والرقية والاستجابة وقوة القرآن على الشياطين وعلى الجن خدام الأسحار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون. قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون. قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تخيل عندما تقرأ وإنسان مريض فيه جن، هذه آيات التوحيد. هذه الآية شديدة على الشيطان، شديدة على أعداء الله. لا تعلم أننا نحن في حرب، أن الله أخبرنا بعداوة الشيطان وعداوة إبليس وذريته أجمعين ومن تبعهم ومن على شاكلته. عندما تقرأ القرآن تتدبره، وعندما تكون تعالج نفسك أو ترقي نفسك، فعليك أن تكون قويا شديدا، قوتك شديدة
في القراءة عندما أقرأ له مقاليد السماوات والأرض أعلم ما معناها. ما معنى مقاليد السماوات والأرض؟ أعلم أن الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أعلم حقيقة ما قدر الله حق قدره. الذي يحسد أخاه، الذي يؤذي أخاه، تؤذي أختها بالسحر، تؤذي أختها بالحسد، ما علمت حقيقة أمر الله، ما قدرت الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. أنت يعني عندما يأتيك أمر بسيط دريهمات عديدة قليلة، دريهمات قليلة تؤذي الناس من أجل مال، من أجل مال لا قرر له في هذا الأرض. أنت عندما تنافس الناس منافسة غير شريفة على الدنيا، عندما تكذب وتشهد الزور من أجل هداية الخلق، ليس من أجل الدفاع عن نفسك، لأن بعض المواقف يجوز لك الشرع يعني المضاراة وبعد يعني الكذب، يعني في 6 مواطن يجوز الصلح بين الناس. أنت تكذب متعمدا، تريد هداية خلق، تريد هداية، تحارب أولياء الله سبحانه وتعالى، تحارب مجاهدين والشهداء كما قال الله سبحانه وتعالى: واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. لكلمة الشهداء عندها عدة معاني. الشهداء يعني سبحان الله من هم؟ من مات في الحرب، من مات على فراشه. كيف تفرق بين هذا الشهيد وهذا الشهيد؟ لا تستطيع. سبحان الله. يعني هذه الآية تدبروها جيدا.